أثار تقديم الإعلامي علي الإظفيري للرئيس السوري أحمد الشرع في برنامج المقابلة على قناة الجزيرة نقاشا بين سوريين رأوا في عبارته عن قيادة الثورة اختزالا لتاريخ الثورة بشخص واحد، وآخرين اعتبروا أنه كان يتحدث عن مرحلة محددة من سنواتها لا عن مسارها الكامل منذ عام 2011. وخلافا لما شاع في جانب من النقاش، لم يستخدم الإظفيري حرفيا لقب قائد الثورة السورية، وإنما قدم الشرع بوصفه الزعيم السياسي الذي قاد الثورة في سنوات صعبة ومعقدة وحالكة السواد، ثم قاد أيضا عملية التحرير بحسب الحلقة الكاملة من المقابلة. لكن الفارق بين العبارتين لم ينهي الاعتراض، إذ بقيت صياغة الإظفيري تنسب فعل قيادة الثورة إلى شخص واحد، وهو ما دفع الكاتب والباحث السوري أحمد أبازيد إلى القول إن الثورة لم يكن لها قائد منذ بدايتها حتى سقوط النظام، لا شخص قائد ولا فصيل قائد، معتبرا أن العبارة لا تقدم توصيفا دقيقا لتاريخها. في المقابل استند المدافعون عن المقدمة إلى عبارة في سنوات صعبة للقول إن الإظفيري لم ينسب إلى الشرع قيادة الثورة منذ انطلاقتها، وإنما قصد دوره في مرحلة لاحقة منها، ولا سيما خلال السنوات التي سبقت العملية العسكرية الأخيرة. وبعيدا عن التأويلين، تتيح العودة إلى تصريحات الشرع نفسه معرفة الطريقة التي قدم بها دوره والجهات التي نسب إليها الثورة والتحرير والنصر. جاء الموقف الأكثر وضوحا بعد نحو 3 أسابيع من سقوط النظام، خلال أول مقابلة تلفزيونية عربية أجراها الشرع مع قناة العربية في 29 من كانون أول 2024. في المقابلة وجه الإعلامي طاهر بركة إلى الشرع سؤالا مباشرا: هل تعتبرون أنفسكم شخصيا كما ينظر إليكم في الشارع محرر سوريا؟ لم يتبنى الشرع الوصف، ولم يحصر التحرير في قيادة الفصائل والعملية العسكرية الأخيرة، وبدلا من ذلك عدد فئات شاركت وفق روايته في الوصول إلى تلك اللحظة، وهم من هجر من منزله، ومن ضحى أو قتل أو عذب، ومن عمل في مؤسسة خيرية أو دعم الثورة، إضافة إلى من قاتل ودافع عن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وأعاد حساب غير رسمي يحمل اسم الرئيس أحمد الشرع نشر مقطع من مقابلة الإعلامي طاهر بركة يتضمن سؤالا للشرع عما إذا كان يعد نفسه محرر سوريا، ليجيب: لا نستطيع أن نختزل كل هذا المشهد في شخص واحد. وتكررت الفكرة بصورة أكثر تفصيلا في أول خطاب وجهه الشرع إلى السوريين في 30 من كانون الثاني 2025 عقب إعلان توليه رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية. واستهل الشرع خطابه بتوجيه الحديث إلى السوريين والسوريات والنازحين واللاجئين والجرحى وعائلات الشهداء والمفقودين والناشطين الثوريين، وقال إن سوريا تحررت بفضل كل إنسان ناضل في الداخل والخارج. وذكر في الخطاب الشهداء والمعتقلين والمعتقلات والمعذبين والمفقودين وعائلاتهم، قبل أن يحدد من أين بدأت حكاية النصر بقوله: انطلق هذا النصر من حناجر المتظاهرين ومن هتافات المحتجين وآهات المعتقلين، ثم استمر بتضحيات المقاتلين الذين واجهوا الصواريخ والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية. لم يقتصر هذا الخطاب على المناسبات الداخلية، ففي 24 من أيلول 2025 قدم الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رواية مشابهة عن مسار الثورة وسقوط النظام. وفي الخطاب الذي وصف بالتاريخي قال الشرع إن انسداد الحل السياسي دفع الشعب إلى تنظيم صفوفه والاستعداد لما وصفه بالمواجهة التاريخية الكبرى التي انتهت بعمل عسكري أسقط النظام. وفي حديثه عن نتيجة تلك المواجهة ربط النصر بالمظلومين والمعذبين والمهجرين قسرا وأمهات الشهداء والمفقودين، وكان الشعب هو الفاعل في سرد بداية الثورة وتنظيم المواجهة. في 8 من كانون أول ديسمبر 2025 افتتح الشرع كلمته في الذكرى الأولى لسقوط النظام بتوجيهها إلى الأبطال الذين حرروا البلاد بدمائهم، وإلى الأمهات والأيتام والسوريين في الداخل والخارج. وفي ختام الكلمة وجه التحية إلى من مهدوا الطريق من مجاهد وأسير وشهيد وجريح وثائر ومكافح. جاء أحدث تعبير واضع رؤية الشرع للثورة في 18 من آذار 2026، أي قبل نحو 4 أشهر من مقابلة مع علي الإظفيري. وفي منشور على حسابه الرسمي بمناسبة الذكرى 15 لانطلاق الثورة، استحضر الرئيس الشرع تضحيات الشعب السوري الذي رفع صوته في وجه الاستبداد، وقال إن طريق النصر رسم بدماء الشهداء ودموع الثكالى وآلام النازحين وصبر المعتقلين وتضحيات المفقودين وعزيمة المقاتلين. وبحسب المقابلات والخطابات والمنشورات التي تناولها التقرير، لم يصف أحمد الشرع نفسه بقائد الثورة السورية، ولم ينسب سقوط النظام أو نجاح عملية التحرير إلى دوره وحده. وعندما سئل بصورة مباشرة عما إذا كان يعد نفسه محرر سوريا، قال إن المشهد لا يمكن اختزاله في شخص واحد. وبذلك يبقى وصف الإظفيري للشرع بأنه قائد الثورة توصيفا استخدمه مقدم البرنامج، وليس وصفا سبق للشرع وفق المواد التي شملتها المراجعة أن تبناه عند الحديث عن نفسه أو عن مسار الثورة السورية.
إلى ذلك تصاعد الجدل حول المقابلة التي أجراها الإعلامي علي اليثيري مع الرئيس السوري أحمد الشرع على قناة الجزيرة، بعدما وجه الإعلامي السوري أكرم خزام انتقادات حادة للمقابلة، معتبرا أن الإشكال لا يقتصر على مقدم البرنامج بل يمتد إلى المنظومة التحريرية للقناة. وقال خزام في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إن اليثيري أخطأ مرتين خلال اللقاء، الأولى عندما وصف الشرع بأنه قائد الثورة السورية، وهو وصف اعتبره خزام خطأ لا يغتفر، والثانية عندما قال إن الديمقراطية لن تعد أمرا ملحا حتى في أوروبا، معتبرا أن هذه العبارة أيضا تمثل خطأ كبيرا. ورأى الإعلامي السوري أن المسؤولية لا تقع على اليثيري وحده بل تشمل أيضا هيئة التحرير في القناة الجزيرة، التي قال إنها كان ينبغي أن تراجع المقابلة قبل بثها وتحذف العبارتين محل الجدل. وأضاف خزام أن ما حدث يكشف بحسب رأيه عن أزمة بنيوية داخل القناة، معتبرا أن المقابلة أظهرت خللا في آليات المراجعة والتحرير، فضلا عن منح مقدمي البرامج البارزين مساحة واسعة للتعبير كما يحلو لهم على حد تعبيره. ووجه خزام رسالة إلى إدارة الجزيرة دعا فيها إلى مراجعة آليات العمل التحريري، مستشهدا بفترة الإدارة السابقة للقناة في عهد مديرها العام الأسبق محمد جاسم العلي، وقال إن المقابلات والبرامج آنذاك كانت تخضع لمراجعة دقيقة حرفا بحرف قبل بثها، بما يمنع وقوع مثل هذه الأخطاء. وتأتي تصريحات خزام في وقت لا تزال فيه مقدمة اليثير للمقابلة تثير نقاشا واسعا بين متابعين وإعلاميين، إذ انقسمت الآراء بين من رأى أن وصف أحمد الشرع بأنه قاد الثورة خلال مرحلة معينة يعكس دوره في السنوات الأخيرة من الصراع، وبين من اعتبر أن هذه الصياغة تختزل مسار الثورة السورية في شخص واحد، وهو ما أثار اعتراضات في الأوساط السورية، ولم تصدر قناة الجزيرة تعليقا رسميا على هذه الانتقادات حتى الآن. ورغم تنوع القضايا الداخلية والخارجية التي طرحت خلال لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الجزيرة، برزت الملفات الإقليمية خلال المقابلة، خاصة بعدما حسمت إجابات الشرع النقاش في مستقبل العلاقة مع إسرائيل، إضافة إلى طبيعة الدور السوري في لبنان والعلاقات المتنامية مع العراق. وحسم الشرع في المقابلة مع الإعلامي الثيري الجدل بشأن مستقبل العلاقة مع إسرائيل، مقدما للمرة الأولى رؤية واضحة لمسار متدرج يمضي وفق أداء كل مرحلة. فالرئيس السوري أكد أن الوصول إلى اتفاق أمني يؤهل للانتقال إلى مرحلة ثانية من الحديث عن سلام شامل، لكن دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل. وفي معرض الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في سوريا، أشار الشرع إلى أن حكومته تحاول الوصول إلى اتفاق أمني عبر إشراك مجموعة كبيرة من الدول للضغط على إسرائيل في اتخاذ سياسة متوازنة تجاه سوريا. وتابع في تأكيده رفض دخول صراعات عقيمة أنه لا يريد أن نكون امتداد لإرث تاريخي فيه الكثير من الأخطاء، أو نكرر نفس التجارب ونحصل على نفس النتائج الفاشلة، متحدثا عن مقاربات أكثر أمانا لسلامة المنطقة وشعوبها، ونعطي فرصة للنمو والازدهار. وحمل حديث الشرع عن الشأن اللبناني رسالة واضحة في دعم خيارات الدولة اللبنانية بشأن نزع السلاح حزب الله، وأن تكون الجهة الوحيدة التي تحتكر تطبيق القانون والسلاح وقرار السلم والحرب. وفيما قال إن سوريا ليست بوارد التدخلات العسكرية ولديها أوراق تقدمها لمساعدة الدولة اللبنانية، فقد أشار إلى أن ما يصيب لبنان يصيب سوريا، وبلاده معنية باستقرار لبنان ومنع انزلاقه إلى فوضى. ووصف الشرع العلاقات مع العراق بأنها جيدة وفي تحسن، منوها على الروابط العديدة بين البلدين الجارين، سواء من الجوانب التاريخية أو الامتداد العشائري والاجتماعي. وفيما قال إنه يتفهم الواقع السياسي العراقي وآثار التدخلات الإيرانية، فقد اعتبر أن العراق يحاول أن ينأى بنفسه لينجو من هذه الصراعات، متحدثا عن أن المصالح الاقتصادية تفرض نفسها على العلاقات السورية العراقية. وقال الشرع يحتاج العراق إلى كثير من الموارد السورية، وأيضا سوريا تحتاج إلى كثير من الموارد العراقية، فبالتالي هناك مصالح مشتركة كبيرة جدا بين سوريا والعراق.